ناس كتير قوي بتسالنا ازاي اعرف اذا كان عندي باقي الفراش في البيت ولا لا. الموضوع مش صعب، تعال النهارده اوريك ازاي تفحص بيت. الفيديو ده هيبقى عن ازاي افحص اوضه النوم، وهنعمل فيديوهات تانية عن الكنبه والانتريه. 4 حاجات هندور عليهم في اوضه النوم علشان خاطر نتاكد اذا كان اللي موجود عندنا ده باقي الفراش ولا لا. رقم 1 نقط سودا. رقم 2 بيض الباء. وبيض الباء عباره عن كريستاله بيضه بتلمع. رقم 3 حشره الباء نفسها اذا كانت صغيره او اذا كانت كبيره. صغيره من اول 1 مللي لحد الحشره البالغه اللي هي 5 مللي. رقم 4 هو اثار انسلاخ حشره باقي الفراش، ودي بتبقى عباره عن شبه ريشه كده خفيفه بس على شكل باقي الفراش. علشان نفحص اوضه النوم بشكل كويس محتاجين نقسم اوضه النوم ل5 حاجات، 5 اماكن في اوضه النوم محتاج تفحصهم علشان تتاكد اذا كان عندك باقي الفراش ولا لا. رقم 1 المرتبه، والمرتبه عندنا نوعين، سفنج وعندنا المرتبه القطن. المرتبه السفنج هنبص دايما على الزاويه بتاعتها من فوق ومن تحت. عندنا المرتبه بتبقى عباره عن السطح عباره عن 4 زوايا هنبص فيهم كويس جدا من فوق ومن تحت. وعندنا ظهر المرتبه من تحت هيبقى برضو عباره عن 4 زوايا هنبص فيهم كويس جدا جدا جدا. هنبص في فتحات التهويه، هنبص في الماسك بتاع المرتبه نفسه. مرتبه السفنج بيبقى ليها زي حامل، الحامل ده هنبص فيه او هنبص من تحتيه اذا كانت الحشره موجوده ولا لا. هنفحص كويس جدا 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 كل الزوايا. حشره باقي الفراش مش بتبقى موجوده على سطح المرتبه من فوق بس، دايما بتبقى موجوده في الزوايا بتاعه المرتبه. بالنسبه لمرتبه القطن، فالمرتبه القطن هنبص على حاجتين فقط لا غير، هنبص على السوسته اللي فوق وهنبص على السوسته اللي تحت. هتفتح السوسته وتقلب السوسته من ورا، تتاكد ان حشره باقي الفراش مش موجوده في الزاويه اليمين او الزاويه الشمال او موجوده في السوسته نفسها من تحت. بعدين هنخش على السرير. السرير نفسه عندنا نوعين من السراير، عندنا سرير خشب وعندنا سرير قماش. سرير خشب بيبقى كله خشب من الظهر بتاعه والسرير نفسه خشب. سرير القماش بيبقى الواجهه بتاعته عباره عن قماش، وساعات بيبقى السرير كله قماش. طيب سرير الخشب هبص عليه ازاي؟ اول حاجه هبص فيها في السرير هبص على المولل. لازم افحص المولل كويس جدا 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 من فوق ومن تحت ومن الجنبين، واتاكد تماما ان مش موجود في اي زاويه من زوايا الخشب بتاع المولل حشره من باقي الفراش او اثر فضلات ليه. كمان الخشب بيبقى فيه ساعات دواير، الدواير دي لازم ابص فيها كويس جدا علشان خاطر باقي الفراش بيعيش جوه. وبعدين هبص على ال4 مسامير بتوع الخشب اللي رابطين السرير ببعض، دول بيبقى موجود فيهم فوائد كتير جدا جدا. بعدين هبص على المكان اللي بيبيت فيه المله من اليمين ومن الشمال، ده بيبقى موجود برده في باقي الفراش. بعدين هبدا ابص على وش السرير من قدام، اذا كان خشب فلازم ابص على الزوايا كلها اللي موجوده فيه. بعدين هزق السرير قدام شويه وابدا افحص ظهر السرير علشان اوقات كتير باقي الفراش بيبقى موجود ظهر السرير. ده بالنسبه للسرير الخشب. واجهه السرير دايما القماش بتبقى فيها خياطات، مطرح الخياطات دي بيبقى عايش فيها باقي الفراش اذا كان من قدام او اذا كان من ورا. لازم ابص على الزاويه بتاعه السرير نفسها، كل الخياطات اللي موجوده على مقدمه السرير وكل الخياطات اللي موجوده على ظهر السرير. بعدين هبص في الحوائط، هبص دايما في الحوائط في الزوايا والاركان، بالذات فوق عند السقف بيبقى الفاصل او الزاويه ما بين السقف وما بين الحيطه دي بيبقى فيها باقي الفراش. الزوايا كلها بتاعه الحوائط من فوق بتبقى موجود فيها باقي الفراش. لو عندي ورق حائط محتاج ان انا اشيل جزء منه وابص تحتيه، لان باقي الفراش دايما بيعيش في الورق لو موجود، لان دي بيئه مناسبه بالنسبه له. لازم اتاكد تماما ان مفيش اي اثر او اي نقط سوداء موجوده، ولو عندي نقط سوداء وشايف ان هي الباقي ولا لا محتاج ان انا امسحها. بعدين ابص بعد اسبوعين اشوف اذا كانت في نقط جديده ولا لا. بعدين هفتح اكباس الكهرباء وابص كويس جدا 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 في كوبس الكهرباء اذا كان في حشر باقي الفراش ولا لا، او اذا كان في فضلات ولا لا. لازم اتاكد وافتح كوبس الكهرباء كويس جدا عشان خاطر باقي الفراش ساعات بيبقى عايش جوه كوبس الكهرباء من جوه، مش بيبقى موجود في الكوبس من بره. بعدين هبص على اي اخشاب موجوده جنب السرير. عندي كومودينو موجود جنب السرير لازم ابص عليه، عندي اي نوع من انواع الاخشاب، عندي مكتبه، عندي دولاب، لازم ابص على الاخشاب جنب السرير. لان اوقات كتير جدا لما بنبدا نستخدم بعض المبيدات الحشره بتبدا تنتقل من السرير تبدا تروح للدولاب في الزوايا والاركان بتاعته. لازم افحص كويس جدا ال5 حاجات اللي قلنا عليهم دول عشان اتاكد اذا كان فعلا عندي حشره باقي الفراش ولا لا. بس خلي بالك في اوقات كتير جدا حشره باقي الفراش لو في بدايه الاصابه ممكن احس بنوع من انواع القرص بس ما اشوفش الحشره، بس مع الوقت هيبدا يظهر الحشره فين ويبدا يظهر الاثر بتاعها. تاكد تماما انك كده فحصت 100% من اوضه النوم. لو اكتشفت انك عندك باقي الفراش تواصل معانا.